بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك تليفونات، بلوك انستجرام، بلوك 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 عفوا بلوك بلوك. هتصدقني لو قلتلك إن دي أسوأ نصيحة رضوى الشربيني قالتها، ومع إنها هي النصيحة اللي طلعتها السما، لكن دي أسوأ نصيحة. جالك من المستقبل بقولك بعد 200 بلوك مش 100، وعلى مدار سنين كتير كنت أنا الشخص اللي بيعاني في صمت ومش قادر يتخطى ولا يواجه الحياة، مش بس اللي حواليه. لكن دلوقتي ومع أول مرة ما خدش أنا الخطوة دي، اكتشفت معنى الحرية تاني من جديد. اتحررت من الإحساس بالذنب وتأنيب الضمير، خرجت من القفص، واللي خد هو الخطوة جه مكاني، حررني وحبس نفسه ورا حاجز نفسي أقسى من قلب بوجع. عانيت منه لسنين وما كنتش فاهمة ولا عارفة هو فيه ايه ولا ليه بيحصل كده، ليه أنا اللي بتعذب وأعاني مع إن أنا اللي مقررة. البلوك حاجز نفسي قوي، بيحط الشخص بنفسه لنفسه قبل ما يكون اللي قدامه. وعشان كده أنا جاية أشارك تجربة خضتها بنفسي واستحملت مرارها لحد ما ربنا ساعدني وأرشدني وهداني لفهم الأمر وتفسيره وكمان حله. عايزة أعمل براءة اختراع للفيديو ده بالفكرة بتاعته اللي اكتشفتها بدموع عينيا. البلوك كان تاني رد فعل ليا للتعبير عن الزعل. كنت أعمل الصمت العقابي من هنا بعد البلوك على طول. مفيش وقت للتفسير. لسنين كتير كنت أنا دايما الشخص اللي بياخد الخطوة دي. الحقيقة عمري ما اتعرضت له ولا حد عملها معايا، لكن أنا كنت بعملها وعمري ما كنت برتاح بعدها. بالعكس، كنت بعاني، مكنتش فاهمة ولا عارفة ايه اللي بيحصل، ليه متضايقة، ليه مش عارفة أتخطى، وليه الموضوع مأثر فيا مع إن أنا اللي واخدة الخطوة ومقررة. لحد ما فهمت. أي نعم فهمت متأخر، وبعد سنين من المعاناة اللي فكرتها مكملة معايا لآخر عمري ولا حاجة، بس مش مهم. المهم إني فهمت الحكاية، إني عرفت أصل الأمر مع أول بلوك اتعرضت له واتضح لي حقيقة الموضوع. البلوك ده مش مؤذي للشخص اللي بيتعمل له قد ما هو مؤذي للشخص اللي بيعمله، لأنه بيعمل حاجز نفسي رهيب ما بين الشخص ونفسه قبل ما يكون ما بينه وما بين اللي قدامه. فكرة البلوك كحاجز نفسي بيصعب التخطي، حاجة عمري ما كنت فاهماها ولا عارفاها. ما كنتش فاهمة أنا ليه واخدة القرار والخطوة وليه أنا اللي بعاني، لكني فهمت لما أنا اللي اتعمل البلوك مش عملته. خليني أقول إن ده أكتر معروف اتعمل فيا بعد سنين كتير بعاني واتعذب فيها في صمت، بسبب حاجز نفسي كنت بحطه بإيدي وما بعرفش أتخطى. بفضل متأثرة ومتضايقة ومش فاهمة فيه ايه، لأن الحاجز النفسي اللي بيحصل لما شخص يقرر يعمل بلوك لفكرة أو لقصة أو لشخص، دي حاجة بتترجم للنفس كأنها حد ما ينفعش تتخطاه ولا تكسره. فبيفضل الشخص مقيد، مقيد نفسه بنفسه بسبب القرار اللي أخده. على العكس، لما ما ياخدش القرار ده ويقرر يمشي من غير حواجز نفسية حاططها لنفسه قبل ما يمشي، حواجز نفسية حاططها لنفسه قبل ما يكون حاططها للي قدامه. كنت دايما فاكرة ان اللي بيعمل البلوك هو كده الكسبان وهو كده الجامد اللي مفيش منه، اللي هيريح دماغه ويشتري نفسه. لكن مع كل مرة كنت مرتاحش فيها بعد البلوك كنت بستغرب وابقى هتجنن، ليه كل ده بيحصل وليه حاسة كده. البلوك مش قوة ولا حتى ضعف، البلوك حاجز نفسي مؤذي بيحط الشخص اللي بيعمله. والمصيبة الأدهى والأكبر إن في كتير قوي مش عارفين إن البلوك ده ممكن يكون هو العائق للتخطي، وكان متعلق قوي فبيبقى الحاجز ده بينه وبين العالم، مش بس اللي قدامه. مبيبقاش قادر يواجه ولا يظهر ولا يتعامل، بيحس إن العالم كله مخاصمه والكون نفسه مش راضي عنه. بيبقى عايش ورا حاجز كبير مستخبي وراه وفاكر إنه كده محمي، لكن الحقيقة إن الحماية الحقيقية هي الحرية. الحرية من الحواجز والقيود اللي ممكن الإنسان يعملها بإيده. البلوك مش حل، زيه زي الصمت العقابي، أشياء مؤذية مش منها فايدة. حتى لو كنت عرفت الكلام ده متأخر، حتى لو كنت فهمت أصل الموضوع وحقيقته متأخر، مش مهم. المهم إني فهمت واتحررت وشاركت. يمكن الفيديو ده يقع قدام حد لسه في بداية الطريق ولسه محصلش معاه اللي حصل معايا، زي ما أول بلوك اتعمل لي كان سبب نهايتي مع التعب. اللي هيقرر إنه ما ياخدش الخطوة دي ويحرر نفسه من أي حواجز، هيكون القرار ده هو سبب نهايته مع التعب وبداية صفحة جديدة حرة. ما تحطش قيود وحواجز نفسية بينك وبين حد، ما تقفلش باب جواك على مشاعر وذكريات ومواقف وكلام ما تقلش، وترجع تقول أنا ليه بعاني، ليه مش عارف أتخطى، أنا ليه مش قادر أنسى، وليه وليه وليه. الكلام ده كان نفسي أكون أنا بقوله لنفسي زي المرة اللي فاتت لما كنت بتكلم عن الصمت العقابي، لكن أنا الحمد لله قلته في ساعتها أول ما فهمت وارتحت.
ودلوقتي جه دور ان انا اشاركه. اول ما فهمت ارتحت وقررت اعيش بحرية نفسية وما احطش حواجز وقيود بيني وبين اي حد. كانت بتصعب عليا نفسي من كتر ما بعاني ومش فاهمة في ايه، لكن دلوقتي صعبان عليا اللي حط نفسه مكاني وخد الخطوة دي بدالي، حررني وأثر نفسه، حبس نفسه جوا حدود هتبقى صعب عليه يكسرها. الحاجز النفسي اللي بيعمله البلوك بيبقى صعب يتكسر، صعب تتلاشاه أو تتجاهله، فبتفضل محبوس وراه بتعاني في صمت ومش قادر تتخطى ولا تكسر حلقة التعب اللي انت فيها وترجع تتعامل من جديد. كنتش فاكرة ان أكبر معروف حد هيقدمهولي هو البلوك. كنتش فاكرة اني هفهم وضع المعاناة اللي كنت فيها واقدر افسره واحله واخرج براه وكمان اشاركه واحاول افيد بيه غيري. ما كنتش فاكره ان كل ده هيحصل بس في الوقت اللي هقرر فيه ما اخدش الخطوه دي واللي قدامي يقرر يعملها. مش هكون ببالغ ولا هول، لكن والله ده اكبر معروف اتقدم لي. الحريه حلوه قوي، وانك ما تكونش حاسس بالذنب تجاه حد ولا ضميرك بيأنبك وتبقى مرتاح، ده احساس من الجنه. احساس جميل قوي ما كنتش فاكره اني هحسه، لاني ببساطه ما كنتش اعرف، كنت دايما محبوسه وراء الحاجز النفسي اللي انا كنت بحطه لنفسي بنفسي، وكنت فاكره ان انا بحطه للي قدامي. كنت في معاناه دائمه بسبب احساس الذنب وتأنيب الضمير، كنت بعاني في صمت ورا جهل وغباء وعدم معرفه. لكن ربنا كبير، واذا شاء هدايه حد لا يستطيع ردها حد اخر. الحمد لله. الكلام ده انا كنت بتمنى اسمعه وانا لسه بعيش المعاناه، لكن الحمد لله اني لما سمعته مني اول ما فهمت واتضح لي الامر. ما سمعتوش من حد ومحدش اكتشفه بدالي ولا ليا ولا حد جه قال لي حاجة، أنا اكتشفت ده بنفسي بمساعدة بحت من ربنا. ودي هي التجربة، هي دي التجربة اللي جاية هنا أتكلم عليها وأخليك جزء منها. تجربة الوعي الكامل داخل النفس البشرية اللي مريت بيها وطلعت منها بنتائج مربحة حسستني بطعم الحرية من جديد بعد سنين من اليأس والمعاناة في صمت. أي حد يقدر يعرض ويشارك تجربته، كلنا عندنا تجارب شخصية وحروب خاصة، وربنا بيساعدنا كتير، بيساعدنا دايما نتعلم الدرس ونكتشف الأمر ونحرر نفسنا ونعيش من جديد بعد كل وقعة. ربنا كبير وبيحب اللي بيسعى ويستعين، وحتما والله بيهدي قلبه للطريق الصح والراحة. فوق كل ده حسنات وثواب يعمروا له جنته، ثواب على كل تعب وعلى كل توبة وعلى كل ندم وعلى كل رجاء في رحمته ومساعدته. سبحانه غني كريم لطيف وحنان ومنان. مقدرة ان احنا ما بنبقاش فاهمين احنا بنعمل ايه وقت ما نكون بنعمله، بس انا كمان مقدرة ان احنا نقدر نتغير ونقدر نسعى ان احنا نتغير ونقدر نبحث ونقدر نسمع ونقدر نستفيد من اللي احنا بنسمعه ونقدر نختار ايه اللي نسمعه وايه اللي ما نسمعوش. محدش بيتعلم كل حاجة اول ما بيتولد، مفيش بني ادم بينزل عارف كل حاجة، مفيش بني ادم بينزل عنده الخبرة الحياتية الكاملة والتجربة المتكاملة اللي تخليه يعرف يتصرف ويقرر وياخد القرارات الصح. الحياة رحلة مليانة تجارب ومليانة دروس واحنا منها بنتعلم. الحلو ان لما نتعلم حاجة كويسة نشاركها ونفيد غيرنا بيها ونتعلم منها ونتعظ وما نكررش اخطائنا ونكسر عاداتنا السيئة وقراراتنا الغلط والدوائر المفرغة اللي بنمشي فيها، ونرجع نسأل احنا ليه تعبانين وليه زعلانين وليه بنعاني وليه مش مبسوطين. وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. السعي اللي انت بتسعاه أي حاجة أيا كانت انت هتشوف، فاختار الطريق اللي انت تسعى فيه وخلي الطريق ده يكون طريق تزكية نفسك وتنمية مهاراتك وتطوير ذاتك. الكلام ده بعيدا كل البعد عن الكلام الكليشيه بتاع النمو والتطوير. الكلام ده من واقع تجربة أنا مريت بيها شخصيا وجاية هنا أنقلها وأشاركها. ما عدتش عليها بالسهل، ما كانتش بسيطة، أنا بجد عانيت فيها شخصيا مع نفسي بنفسي، وما ساعدنيش من كل ده غير ربنا. لما بس استعنت وتوكلت وطلبت المساعدة نولهني. حتة اختتامية كده زي كل مرة. أنا منى الجواد وقررت محطش الحاجز النفسي ده تاني بيني وما بين أي حد، وأسيب اللي قدامي هو اللي يقرر وياخد الخطوة دي. أنا عشت أعاني سنين بسبب الحاجز النفسي اللي كنت بحطه، ودلوقتي قررت أعيش بحرية وما أقفلش باب جوايا ناحية أي حد أو أي قصة أو أي موضوع أو أي فكرة، ما أقفلش باب ناحية أي شيء في الكون، وأفضل منفتحة وأفضل عايشة بحرية عشان الحرية حلوة وإحساسها جميل ويستاهل إن احنا نتعب عشان نوصل. وأنا تعبت على ما وصلت، ولما وصلت قررت أشارك